يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا عملت كده النهارده الكبسة السعودي في حلة كبيرة على النار، حطيت فيها مكعبين زبدة وحبة زيت. لو حابين تقللوا الزيوت دي شوية قللوها، ولكن عشان تبقى مفلفلة شوية. حطيت بعدها بصلاية وبعد كده قلبتها شوية، وبعد كده حطيت عليها عود قرفة وورقتين راولة وحبة حبهان وقرن فلفل. القرن الفلفل مش هيخليها حراقة، هي بس بيديها طعم كده خفيف. معايا هنا بقى فرخة حجمها متوسط، عملت لها محلول نقع وغسلتها كويس، وبعد كده قسمتها بالنص وحطيتها في طبق. هحط بقى كده الفراخ في قلب الحلة عشان تاخد صدمة، وهقلبها على الوش التاني. عايزة اقولكوا يا جماعة ان الطريقة دي طعمها رهيب، ما فيهاش ولا غلطة، مش هتبطلوا تعملوها. انا كده قلبتها على الوش التاني، وبعد كده هحط عليها 4 طماطميات مبشورين، وبعد كده حطيت عليها معلقة صلصة، وحطيت عليها حبة زبيب اختياري. لو مش حابين الزبيب خلاص ما تحطوهوش، لان في ناس مش بتحب طعمه، لكن طعمه في الوصفة دي رهيب. وبعد كده حطيت عليها المية. مقدار المية لازما يكون مغطي الفراخ عشان الفراخ كلها تستوي. انا هنا الفراخ استوت وطلعتها، حطيتها في قلب صينية فرن، وبعد كده دهنتها من وش يا جماعة شايفين الوش اللي على الوش ده؟ انا خدت منه دهنت بيه الفراخ. وبعد كده الشوربة اللي احنا عملناها حطيت فيها الرز. لو المية كتير ممكن تقللوا منها، ولكن انا المية عندي هنا كانت مظبوطة. وبعد كده قلبتها. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ والرز كان طعمه رهيب. بعد كده جبت طبق كبير وبدأت ان انا اغرف الرز بتاعي. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ حرفيا الوصفة دي ما كانش فيها ولا غلطة، مش هتندموا، وجربوها هتعجبكم جدا. والفراخ كانت واخدة لون. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي.